ده اتوبيس شركه مماثل لاتوبيس الشركه اللي انت شغال فيها، ودول موظفين شركه نسخه من موظفين الشركه اللي انت شغال فيها. ده حسن ابن الشركه البار، وده عزت صديق حسن وعايش معاه في شقه واحده. ده حمدي فنان الشركه، وده امين افندي مدير المكتب بالشركه، ودي سعاد فاتنه الشركه، جميله الشركه، آنسة الشركة، ودي نبيلة أرملة الشركة، وبتدور على أي راجل لتجدد اكتساب لقب أرملة من جديد. وده مصلحي ساعي الشركة. واللي بيميز الشركة الانترناشونال اللي قدامك دي هي علاقة الموظفين ببعض، حاجة كده زي التيم وورك في شركتك. يعني عندك مثلا حمدي المغنواتي، راجل فنان بيسرح بالليل في شارع الهرم علشان يلاقي حتة يغني فيها، والصبح بينام زي ما انت شايف كده، والزملاء مقدرين مجهوده وتعبه وشقاء ومحدش بيصحيه من نومته. عندك نبيلة مثلا بتطبخ وتقشر الكوسة في المكتب، وهم بالطبع سعداء بوجودها. حتى مصلحي الساعي بيجيب لأمين أفندي مدير المكتب شوية مقويات وفيتامينات من عند العطار، وطبعا ده عشان أمين أفندي زي ما انت شايف رجله ورا ورجله جوه. وامين افندي جيت للحق معتبره الديلر بتاعه ومخليه يديره من وقت للتاني. اما حسن وعزت فهما الاتنين بيحبوا سعاد فاتنة الشركة، ولكن سعاد عينها من عزت، وعشان عزت صاحب صاحبه بيبدي حسن على نفسه وبيساعده انه يرتبط بسعاد. لكن حسن شاب خجول ولا يملك الخبرة في التعرف على بنات الناس، ما يتخيرش عنك بالظبط، لدرجة ان مرة حسن اتشجع وراح يقول لسعاد صباح الفل. مدير المصلحة قفشه واداله جزا هو وامين افندي مديره المباشر. حسن يهدى ويلم نفسه ابدا. عزت يقنع حسن انه يحاول يكلم سعاد في الرحله اللي طلعوها الشركه للاسماعيليه. تخيل طاقم موظفين الدرجه السابعه دول لما يطلعوا رحله مع بعض هيعملوا ايه؟ زي ما انت شايف بالظبط، بيلعبوا كوره، نبيله قاعده على الشط مش عارف بتعمل محشي ولا بتعمل ايه، مصلحي ضارب سدير الفلاحين على ميوه الساحل واخر روقان، حمدي بيغني على الشط ولا اللي نازل له شريط في الصيف، وطبعا سعاد قاعده على الشط بتاخد تان. ده التان على ايامهم. شويه شباب اندر ايدج بيضايقوا سعاد ويعكسوها، بل ويحاولوا يعتدوا عليها، او تقريبا دي كانت المعاكسه على ايامهم. طبعا مين هيشوف المشهد ده وهيستغل الفرصه عشان يدافع عن حبيبته سعاد؟ حسن. وبيروح حسن يتخانق مع الاندر ايدج. ده منظر الاندر ايدج على ايامهم. ويتضرب حسن، يدخل عزت في الخناقه يتضرب عزت، يخش مصلحي في الخناقه يتضرب مصلحي، بتخش نبيله تشيل اللي بينضرب في الخناقه، لحد ما يخش امين افندي بنفسه ويعدم العيال الاندر ايدج العافيه ويعلمهم الادب، وبتخلص الخناقه لصالح الاندر ايدج، وبتفشل خطه حسن في انه يعترف لسعاد بحبه في الرحله. فبيقرر اول لما يرجعوا الشركه يكتب لها جواب غرامي، والجواب بيوصل لمدير المصلحه، والمدير بيخصم من امين افندي 3 ايام جزا، وامين افندي بيخصم من حسن 6 ايام جزا. وبيفضل حسن يحاول يكلم سعاد من بعيد لبعيد، ومدير المصلحه يخصم من امين افندي من بعيد لبعيد معرفش ليه، وعزت بيظبط مع سعاد من بعيد لبعيد، ما هو صاحب عمره برضه يا جماعه. لحد ما بيتفاجئ حسن بخبر خطوبه عزت وسعاد في الجورنال. حسن بعد ما بيعرف الخبر ده بينتحر، وامين افندي بينزل له جزا، وبيحاول عزت وسعاد يصالحوا حسن لحد ما بيساعدوه يلاقي فتاة احلامه ماجدة. ومش بس كده، الشركة كلها بتتكاتف عشان تساعد حسن ابن الشركة البار انه يتجوز ماجدة، وبالفعل بيتم الزواج وبيعيش عزت مع سعاد وحسن مع ماجدة، وبتفضل الشركة بابها مفتوح ليهم زي ما باب شركتك مفتوح بالظبط. الفيلم ده اسمه تجيبها كده تجيلها كده هي كده، علاقتك بشركتك بالظبط، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، الجزء هينزل كده. وزي ما انت شايف فيلم عن يومياتك كموظف، مفيش قصة لكن في سمير غانم وفي وحيد سيف وفي المنتصر بالله وابراهيم سعفان، يعني ضحك خام من بتاع بلاده يا شقيق. اتفرج وهتضحك من قلبك، ولو شفته قبل كده اديني فكرتك بيه. سلام يا شقيق.